السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة يا رب. النهاردة سنة، اول يوم في السنة الجديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة واحد 2025 وواحد رجب. يا رب يا رب يكون سنة سعيدة عليكم يا رب، واحنا في احسن حال يا رب. النهاردة رجب برضو، يعني كانت مناسبة حلوة ان يجي شهر رجب مع اول سنة في اول يوم في السنة الجديدة بتاعتنا. بصراحة ربنا يجعلها سنة سعيدة يا رب عليكم وعلينا يا رب وعلى أمة محمد يا رب العالمين. ربنا يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان يا رب العالمين، واحنا في أمن وأمان وسلامة. يا رب تكون بداية حلوة يا رب. أنا بتمنى أنها تكون سنة سعيدة علينا السنة دي. السنة اللي فاتت دي راحت بكل أوجاعها وبكل مشاكلها. تبتدي بقى سنة جديدة السنة دي، سنة تكون حلوة كويسة علينا يا رب، وإحنا في أفضل حال يا رب، وتغير أقدارنا يا رب للأفضل يا رب العالمين. يلا يا جماعة بقى اخش بقى في الموضوع على طول. انا زي ما قلت لكم يا حبايبي ان انا كنت جايبه اوردر زبده الشرقيه، وطبعا زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي قبل كده وسيحتها. السمنه كان عليها ملاحظات وانا قلت عليها وقلت رايي بمنتهى الصراحه. ما بقدرش اقول حاجه انا يعني مش مقتنعه بيها. انا دايما صريحه في اي حاجه، حتى لو كانت على حساب ان انا يعني ممكن يعني اتعرض لمشكله او حاجه، بس ده الواحد لازم يقول كلمه حق. فانا كنت مخليه الاتنين كيلو دول الجاموسي، قلت اعمل لكم فيديو تاني وانا بسيحها. تمام، فقلت اسيحها. وكمان انتوا عارفين ان انا من القشطه طلعت حوالي يعني مش عارفه، ما عنديش ميزان اوزنها، بس يعني زي ما انتوا شايفين كده الزبده اهي اللي انا عملتها. فقلت بقى يلا بقى نسيح. فانا هسيح دول لوحدهم وهسيح اللي هي الزبده الشرقيه لوحدها. تمام، فيلا بينا. زي ما انتوا شايفين يا بنات انا برضو قطعتها، بس مش برضو الواحد مش هيقدر يحكم عليها طبعا الا لما تتسيح. فانا خلاص هحطها. جبت حله زي ما انتوا شايفين كده اهو، جبت حله وهبتدي اهي يا بنات، هبتدي بقى احطها في الحله دي واكملها وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين يا بنات الزبده بتاعتي اللهم بارك ما شاء الله. لو المشروع نجح بصراحة انا هبتدي اعمل الزبدة بايدي في البيت، ومش هحتاج ان انا اجيب واشتري من بره. بس ادعوني انها تطلع حلوة. بس بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين يا بنات اهي، مش عارفة انتوا كده شايفينها ولا لا. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى نحطها بقى في الحلة ونسيحها ونشوف بقى انهي اللي هتطلع احسن. زي ما انتوا شايفين يا بنات حطيت الزبده بتاعتي اللي انا عاملاها اهي في حله لوحدها اهي، هسيحها. ودي انا حطيتها اهي في حله وهسيحها. ويلا بقى بينا ان شاء الله تطلع حلوه. تعالوا بقى اوريكم الفرق يا بنات. بصوا يا بنات دي الزبده اللي انا عملتها من القشطه، شايفين؟ بصوا يا بنات مفيهاش لبن لان اللبن كله طلعته لما جيت خضيت القشطه. مش قدامكم طلعت اللبن اللي عملت بيه الكشك. تمام، شايفين يا بنات؟ بصوا اهو مفيهاش لبن. تعالوا بصوا بقى التانية. بصوا 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 يا بنات، ايه ده؟ شايفين ايه ده كله ده؟ ايه كل ده؟ مش فاهمه ده ايه ده. ده الفرق يا بنات. انا قلت اوريكم برضو ايه المراحل اول باول عشان ايه تبقوا معايا. ادي السمنه الزبده اللي احنا جبناها، شايفين؟ شوفوا بقى دي. بصوا بصوا يا بنات، بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ ها اهي لما جيت سيحتها بصوا بصوا الجمال. شايفين؟ بصوا بسم الله ما شاء الله. شايفين اهي؟ انا بقرب الكاميرا
اهي اهي والله العظيم، وخضارها تحفه، الخضار بتاعها تحفه، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. التانية بصوا عامله ازاي يا بنات، بصوا ايه ده، بصوا ايه ده، عباره عن لبن بيغلي، انا مش عارفه ده ايه ده. عامه احنا هنستنى لحد ما تستوي وارجع لكم تاني يا بنات. بصوا يا بنات دي قربت تستوي، فهضطر اديها بقى ايه شويه الملح اللي احنا بنحطهم. تمام. وهنا برضو هي بدأت في الغلية، نحط لها برضو ايه شويه الملح اهو، نحط الملح بتاعها، نحط الملح بتاعها. تمام. دي قربت تستوي يا بنات، شايفين شايفين ما فيهاش اللبن ولا الشرش خالص. بصوا قربت تستوي، ودي لسه اهي كلها زي ما انتوا شايفين كده اللبن اهو على الطبيعه يا بنات. نكمل سواها وارجع لكم. مش هقول لكم يا بنات، اوصيكم ان لازم لما تيجوا تسيحوا لازم تبقى نار هاديه قوي عليها عشان ما تفرش منكم. تمام. وبالنسبه اللي هم بيخزنوا، طبعا لو انتوا بتخزنوها من السنه لسنه لازم تدوها ملح زياده وتسووها حلو، لانها دي بتقعد من السنه للسنه. لكن انا عشان استخدامي اول باول فانا مش بملحها ومش بسويها قوي. ماشي يا بنات، انا قلت اقول لكم معلومه. نكمل بقى سوا ونرجع لكم. زي ما انتوا شايفين يا بنات انا خلصتها اهي، وبرده نفس اللي حصل في السمنه البقري. بصوا بصوا الحله كانت فين، بصوا قد ايه خست، قد ايه خست كتير جدا برضو. مش عارفه، عامه هسيبها تبرد واوريها لكم. وجاءت لحظه الحسم. بصوا يا بنات نصلي على النبي كده وتعالوا اوريكم. دي السمنه اللي انا سيحتها، الزبده اللي طلعت من القشطه اللي انا عملتها. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ريحه وطعم رهيبه رهيبه. شفتوا؟ تعالوا بصوا كمان اقرب لكم عشان بس الكاميرا مش عارفه. بصوا السمنه عامله ازاي، جميله ازاي، تحفه والله العظيم يا بنات تحفه. تعالوا بقى نشوف السمنه اللي انا اشتريتها. تعالوا بصوا، اظن الفرق واضح، السمنه بتتكلم. دي السمنه اللي انا سيحتها من الزبده شرقيه بيور. تمام. دي السمنه، دول ال2 كيلو. تعالوا بصوا كده لو هنقارن. بصوا 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 الجمال، انا مش عارفه اوضحها لكم قوي، بس ريحه وطعم مفيش بعد كده. دي بصوا عامله ازاي، انا مش فاهمه. بصوا الدرجه بتاعتها عامله ازاي اهو، وانا وريت لكم المراحل. دي فاتحه وتحسوا انها مخضره، هي دي السمنه اللي على اصول الزبده الجاموسي الاصليه. بصوا حتى من تحت، بصوا لما بدات تهدى معايا والدنيا ساقعه، بصوا الخضار من تحت ازاي. بصوا، وده الفرق يا بنات. تجربه ناجحه جدا جدا. انا هبتدي طبعا مشروع، انا حاسه ان المشروع بتاعي هينجح، وهبتدي بقى اجيب لبن وقشطه وهعمل انا الزبده بنفسي. ودي المرته اللي طلعت يا بنات من الزبده اللي انا عملتها. اما التانية ثواني كده اوريها لكم اهي يا بنات، حتى لسه فيها شويه سمنه لسه هحطهم في برطمان اهي. دي بقيه السمنه بتاعت الشرقيه بيور هفضيها في برطمان. وبصوا المرته قد ايه، وبص خست قد ايه. يلا هي تجربه والحمد لله عدت على خير. يلا بقى اشوفكم بقى في فيديو جديد، وان شاء الله هعمل لكم حاجات حلوه قوي 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 هتعجبكم. سيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.